السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة زي ما عودتكم قبل ما اخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان خاطر اللايك بيساعد بشكل كبير جدا ان المعلومات توصل لاكبر عدد من الناس اللي مهتمية بالسفر والتأشيرات وتعديل الاوضاع، وتعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد. وفي الكومنتات سيب لي استفسارك وانا ان شاء الله هرد على 100% من اسئلة حضراتكم. نسمي الله ونتوكل على الله ونخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. للأسف برضو خبر سيء جدا. مصري واتنين سوريين تم القبض عليهم وتم ترحيلهم ما بين الحدود ما بين اسبانيا والبرتغال. ايه اللي حصل؟ ايه التفاصيل؟ هقولها لحضراتكم النهارده علشان خاطر الناس اللي دايما بتخش في الكومنتات وتقول الدنيا جميلة، الدنيا وردي، لا كل حاجة شغالة، أوروبا جميلة، تعالوا يلا عيشوا، يلا اكسر فيزا وعيش غير قانوني، والدنيا جميلة وهتلاقي شغل ومفيش حكومة ومفيش إيميجريشن ومفيش أي حاجة. طيب المتداول يا جماعة واللي معروف إن دايما بيبقى جميع دول الاتحاد الأوروبي، لو انت معاك فيزا من اي فيز من الدول دي تقدر تخش جميع دول الاتحاد الاوروبي من غير ما تحتاج فيزا، بشرط ان انت تكون ختم الدخول هو ختم اول بلد حضرتك بتدخلها، او التأشيرة بتاعتك هي اول بلد حضرتك بتدخلها. بمعنى اصح يعني لو معاك تأشيرة اسبانيا فيبقى اول دخول ليك هو اسبانيا، ومن ثم تقدر تروح اي بلد تانية من غير ما تحتاج فيزا. ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه التفاصيل النهاردة؟ وكل الجروبات اتكلمت عنها لدرجة ان في شخص في الباص جوه الباص كان مصور الموضوع فيديو وصور. تمام. ولغايه دلوقتي لسه الناس بتقول مفيش مشكله والدنيا جميله. الاشخاص دي رايحه عادي راكبين الباص، طبعا اسبانيا والبرتغال تجمعهم حدود واحده، فبيركبوا الباص من هنا لغايه هنا، الدنيا جميله جدا، الاتنين قريبين جدا من بعض يعني. فطلعت عليهم شرطه الاميجريشن. تمام. طلعت دخلت الاتوبيس. طيب تمام خير. باسبورات يا جماعه، تمام، الباسبورات الفيز تمام وما انتهتش، والتلاته الفيز بتاعتهم لسه ساريه. تمام. مفيش مشكلة، اخد الباسبورات تمام، الفيز تمام. طيب فين حجز الفندق اللي حضرتك رايحه في البرتغال؟ كده دايركت، لا معناش حجز فندق. طب انزلوا بقى. اخدوا التلاتة، طبعا حقق معاهم immigration مش بوليس اللي هو الميداني ده يا جماعه، immigration. تمام. حقق مع التلاتة. طب انت دخلت من امتى؟ طب الحكايه، طب الروايه، طب وروني تليفوناتكو. بداوا يشوفوا ان هم مراسلين ناس هم رايحين هناك عشان يعملوا حاجه اسمها تكوين مهني. فكده انت شكرا خلاص، انت كده بتعمل تعديل للوضع. فانت فيزة السياحه اللي معاك دي انت تحايلت على القانون عشان تاخدها وتروح تستخدمها استخدام اخر. فعرفوا هنا ان النيه حضرتك مش رايح البرتغال تتفسح زي ما حضرتك قلت لنا في الاتوبيس فوق، عشان خاطر ان حضرتك ما معكش حجز الفندق وما معكش حاجة، فانت خلاص لا، انت النية حاجة تانية خالص. طيب ايه اللي حصل يا احمد بالظبط؟ تم القبض على التلاتة في البرتغال، وطلع لهم التلاتة قرار ترحيل، لان هو على الاراضي البرتغالية دلوقتي، فانا ليا الحق ان انا اعمل معاك اي حاجة. تمام. طلع التلاتة قرار ترحيل. اللي نكسبه يا جماعة من الموضوع ده ايه؟ ان حتى دول اوروبا ما بقتش بنفس السهولة بتاعت زمان. طيب الكيس اللي حصلت دي احمد احنا نعمل ايه عشان نتجنبها؟ حضرتك هتتحرك من بلد لبلد، لازم يكون عندك حجز فندق في البلد اللي حضرتك رايح لها. يعني زي مثلا على سبيل المثال حضرتك رايح مثلا من مدريد للشبونة مثلا، فحضرتك مثلا حصل معاك الموقف ده، الفيزا بتاعتي سارية، هيتفضل هتقعد فين؟ ادي حجز الفندق بتاعي اهو. كده تعظيم سلام يا باشا، اتفضل، محدش لي عندك حاجة. انما غير كده عايز تسمع لكلام الناس بقى اللي بتقولك الدنيا سهلة والدنيا جميلة ومش محتاج يا اسطى الكلام ده والكلام اللي انت فاهمه ده، از يو لايك يا معلم، انت حر. دي وجهة النظر قدامك ودي وجهة النظر برضو قدامك، والقرار قرارك. هتسألني عن رأيي هقولك لازم حضرتك رايح من هنا لهنا، عايز تمشي في الأمان وفي السيف سايت وتنام يا باشا في الأتوبيس بتاعك، لو مين دخل عليك في الأتوبيس اعمل اللي انت عايزه فيه، يبقى معاك حجز الفندق بتاعك،
وانت كده محدش ليه عندك حاجة، وطبعا الفيزا بتاعتك تكون سارية. كده انت في الامان. عايز تسمع بقى للناس اللي بتخش في الكومنتات لا ومش لا والدنيا جميلة وانت بتهول الموضوع ولا وانت بتصعب الدنيا على الناس، القرار ده معاك والقرار ده معاك. الموضوع ده حصل النهاردة، وخشوا على جروبات بتاعت اسبانيا والعرب في البرتغال، وهتشوفوا في شخص منزل فيديو يا جماعة وصور للي انا بحكي عنه ده النهارده. تمام. ما تنسوش يا جماعة نعمل لايك للفيديو، ولو عندك اي حد ناوي يعمل حاجة زي كده وينتقل من دولة لدولة داخل الاتحاد الاوروبي، نبهه وحرص عليه ان دلوقتي شرطة الاميجريشن بقت واقفة على الحدود. وتعمل سبسكرايب للقناة، وفي الكومنتات لو عندك اي استفسار بخصوص الفيديو سيبولي في الكومنتات، وان شاء الله هرد على 100% من استفسارات حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو بتاع بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.